في إطار الجهود الرامية إلى مجابهة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها، وبناء على معلومات تمكن أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بمغنية من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار غير المشروع بالمخدرات، فاستغلالا لمحتوى المعلومات بوضع تشكيل أمني والاستعانة بالثنائي السينوتقني، وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية والحصول على إذن بالتفتيش، تم مداهمة مسكن إحدى الأشخاص وحجز كمية من المخدرات قدرت ب 43 كيلوغرام و800 غرام، بالإضافة لحجز هاتف النقال. كما تم تحديد باقي أطراف الشبكة. تم إيقاف المعني وسيتم تقديمه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة مغنية فور الانتهاء من التحقيق. مواصلة للجهود الرامية إلى محاربة الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران في عمليات متفرقة من الإطاحة بعدة شبكات إجرامية وتوقيف عدد من مروجي هذه السموم على مستوى مختلف أحياء ولاية وهران، مع حجز كميات من المخدرات والمؤثرات العقلية. هذه العمليات التي جاءت بناء على عمل ميداني وتحريات مكثفة واستغلال أمثل لعنصر الاستعلام أفضت إلى توقيف 8 أشخاص من بينهم مسبوقين قضائيا، مع حجز 8600 كبسولة من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع، 3 كيلوغرام من الكيف المعالج، مبلغ مالي قدره 288 مليون سنتيم من عائدات الترويج، سيارتين سياحيتين، أسلحة بيضاء، وهواتف نقالة. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا حول جناية حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية من أجل المتاجرة، العرض، البيع والوضع للبيع في إطار جماعة إجرامية منظمة.